السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معنا غدا سهل وبسيط وسريع ومش هياخد وقفة كتير في المطبخ. معنا فراخ مشوية ومعانا رز ومعانا بطاطس في قلب الفراخ ومعانا طحين. اول حاجة هنجيب الفراخ ونغسلها كويس ونشيل سلسلة الظهر منها. هنجيب معلقة من صلصة الطماطم شوية من الزيت، ربع كوباية زيت، وهنجيب معانا كمان هنغسل الفراخ كويس وهنصبنها كويس وننقعها نقعة كويسة، ومعانا مية كوباية وربع من المية، ومعانا شوية من الخل. تمام. وبعد كده لما نغسلها كويس ننقعها نقعة كويسة، ونحط في المية بتاع النقع ورق لوري و قرفة، ونظبطها تظبيطها كويسة، وخل وملح وليمون. وكان معانا في الوصفة كمان حبهان. قبل الحبهان ما احطه كان معانا مرقة من الدجاج، وكان معانا توم مفروم، ومعانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون وكركم وقرفة. طبعا الحاجات دي هكون غسله الفرخه كويس جدا جدا جدا، واكون منشفاها من اي ميه، واحطها في صينيه او في اي حاجه، واقوم حاطه الخلطه دي عليها ودخلها تحت الجلد، واروح جايه انا كنت خلصتها، ودي شكلها هون. هحطها معانا في التلاجة. بعد ما خلصت كان معايا بطاطس ومعايا بصل ومعايا بطاطس كمان. في بطاطس هغسلها غسيل كويس واقطعها خرط سميكة، وفي بطاطس هغسلها ومش عاملة فيها حاجة. والبصل ده مش هقطعه، هغسله كويس. هجيب البصل معانا مش هقطعه زي ما انتوا شايفين، وهجيب البطاطس معانا هقطعها، وفي بطاطس مش هقطعها معانا. هجيب حلة معانا نضيفة، هحط فيها البطاطس واحط فيها البصل، واحط فيها البطاطس اللي ما تقشرتش، وهبهرهم بعد ما اخلص. بعد ما ابهر البطاطس معانا والبصل معانا، اقوم نازله بالفراخ بعد ما سبتها في التتبيله شويه في التلاجة شويه شويه محترمين، واقوم جايبه شويه من التتبيله دي وحطاها عليها، او ممكن انزل التتبيله عليها مش كتير، واقوم جايه مولعه الفرن على درجه حراره عاليه، وابقى مسخنه مسبقا، واقوم جايه مدخلها الفرن، واقوم سايباها على نار عاليه. بعد كده معانا 4 طماطميات، ومعانا بصلتين، ومعانا الرز بتاعنا. كنت جايبه حله معانا وهقطع فيها البصل، وهحط شويه من الزيت، ورقه من اللوري، وهقطع البصل بتاعنا. وبعد كده هقوم مقطعه ال4 طماطميات معانا، هحط البصل ياخد تشويحه مع الزيت. وبعد كده بعد ما ياخد تشويحه مع الزيت هنزل عليه بالبهارات بتاعتنا، اللي هو كركم وكاري وملح وكمون وفلفل اسود وشوية من القرفة. هنزل بهم على البصل بتاعنا بعد ما يتشوح شوية في الزيت. بعد كده هكون مقطعة طماطم معانا تقطيع صغير او متوسط عادي، واقوم نازله عليها بالطماطم قبل ما احط البهارات. بعد ما انزل بالبصل احط الطماطم، وبعد ما احط الطماطم اديلهم تشويحه مع بعض. وبعد كده لما ياخدوا تشويحه كويسه مع بعض، مش عشان في بصل وطماطم اقول ان هو بتاع سمك او كلام من ده، لا، هو ده رز ينفع مع الفراخ المشويه. ده كان معانا البهارات اهو، هقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هقوم جايه سايباه شويه، اسيب الطماطم تستوى براحتها. وبعد كده قعد الرز معانا، قعدت اقلب فيها شويه، وده كان شكلها هو بعد ما الطماطم اتهرت خالص معانا. هقوم جايه
انا كده بهرتها، مش كده، مش محتاجة اي بهارات تانية خالص عشان الرز ما يحدقش معانا كده. انا ظبطت له الحوض بتاعه. بعد كده هنزل بالرز، وبعد ما هنزل بالرز هنزل بالطماطم اسفة. بعد ما انزل بالرز هنزل بالعيار بتاعه اللي هو القرد، هقلبه كويس تقليبه كويسة، واقوم نازله عليه بالميه بتاعته. وبعد كده هقوم مغطيه عليه، ده هو كان بيغلي اهون. بعد كده هغطي عليه، وبعد ما اغطي عليه هسيبه يغلي براحته ويقوم ينشف ويتردد براحته. بعد كده هكون بالمتابعة مع الفراخ المشوية علشان ما تتبهدلش منه. هو ده شكل الرز هون بعد ما نشف، تسيبيه على راحته. ودي شكل الصينية بعد ما طلعتها من الفرن اهيا، شكلها جميل. البطاطس كانت معايا من النوع اللي مش عايزة سي كتير. ده الرز شكله معايا هون. ده البطاطس جميلة جدا. وكنت عاملة معاكم كمان طحينة، سايبالكم وصفتها في الفيديوهات اللي فاتت. الطحينة كانت طعمها جميل، كان أكل لذيذ جدا. وما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وادعوا لي دعوة حلوة من القلب. وما ننساش نحمد ربنا على أي حاجة احنا بنعملها. وربنا يا رب يكتب لنا الخير جميعا. ادعوا لي دعوة من القلب. والقناة مش هتكبر غير بيكم، وربنا يسهلها على الجميع يا رب. وما ننساش نحمد ربنا وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وندعي لأبنائنا بالصلاح. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.